صلوا لي على النبي يا إخوان واسمعوني منيح، لأنه اليوم أنا بدي أحكي لكم عن مين بيكون الفلسطيني. لأنه الفلسطيني مش هوية ولا جواز سفر ولا مكان ولادة، لا. كثير من الناس انولدوا بفلسطين وحملوا هوية فلسطينية وحملوا جواز سفر فلسطيني، بس هن لا يمتون بأي صلة للفلسطيني الحقيقي. إن الفلسطيني الحقيقي عنده منظومة أخلاق ملتزم فيها، عنده مجموعة من القيم والمبادئ متماسك فيها. هي الفلسطيني الحقيقي. الفلسطيني الحقيقي لا يمكن انه يكون ظالم، هو بيكون مظلوم مش ظالم، ومع ذلك بيواجه الظالم، بس بحياته ما بتحول لظالم. الفلسطيني الحقيقي هو مناضل مقاوم، بحب الحياة، بحب العطاء، خير، صادق، أمين، مخلص، وفي. هي الفلسطينية. مش الفلسطينية اللي انولدوا بفلسطين أو حملوا هوية فلسطينية أو حملوا جواز سفر فلسطيني. لا يا عمي، أي إنسان كذاب قاتل مأجور هذا لا يمكن أنه يكون فلسطيني. الفلسطيني رحيم، الفلسطيني حنون، الفلسطيني صادق. إذا تعامل مع الناس بيكون صادق معهم، إذا تعامل مع نفسه بيكون صادق. الفلسطيني رادعه داخلي مش رادعه خارجي. الفلسطيني ما بخاف، بخجل، خجول. هي الفلسطيني، مش هذا وهدلاك اللي مسمين حالهم فلسطينية. اتقوا الله فينا، لأنه مش معقول بعض الحثالات يشوهوا صورة شعب كامل. والسلام ختام.